عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معاكم فيري. هنعمل النهاردة وصفة المحشي الكرنب اللي كنت وعدتكم بيها بكل تكاتها بقى، والطريقة بتاعتي اوريكم طريقتي في محشي الكرنب ازاي من اول ما بسلقه لحد ما بعمله زي ما انتم شايفين وسويته. ان شاء الله طريقتي تعجبكم باذن الله وتنال رضاكم، وان شاء الله بقى باذن الله اتمنى ان انتم كلكم تجربوا الطريقة وتقولوا لي في التعليقات رايكم فيها ايه. يلا بقى مع بعض نبتدي مع بعض نشوف طريقة المحشي الكرنب من اول السلق لحد السوا زي ما انتم شايفين. يلا مع بعض. ويا بنات انا خلصتها، بصوا اهوت فرطتها كلها او ورق لحد ما بصوا فضل بقى ايه الجزء ده اهو، شايفين بصوا بقت قد ايه كده. بقى دي بسلقها لوحدها، بحطها زي ما هي كده في الحله لانها زي ما انتم شايفين مش كبيره، فبحطها بقى في الحله تتسلق مره واحده. لكن في الاول بعمل اوراق. طبعا الحفظ والكرنب طبعا ليه كذا طريقه للحفظ. في ممكن ناس بتشيله زي ما هو كده، بتجيب الكرنبايه وتروح شايله الورق اللي عليها وتنضفها وتشيلها زي ما هي. بس طبعا احنا ما عندناش مكان هيشيل كميه كرنب. يعني عندك الديب فريزر هتشيلي مثلا الكرنبات تلاقيها هتاخد درج بحاله، او لو عندك اللي هو الديب فريزر اللي هو التاني اللي هو المسطح ده هتلاقيه برضو هتاخد مكان كبير، فهتلاقي نفسك مش هتقدري تشيلي كميه. لكن بالنسبه للناس اللي بتحب تخزن كرنب، انا بحب اخزنه يفضل معايا طول السنه، وقت ما بعوزه بلاقيه. وقت ما الكرنب ما لاقوش موجود والاقيه مثلا غالي بكون مثلا اطلع من اللي عندي. لان يعني انا مثلا الكرنبايه زي اللي وريتها لكم دي انا جايباها ب5 جنيه. تعالي في وقت بيبقى الكرنب بيبقى مش موجود فيه او بيبقى قليل جدا، ممكن تجيبي الكرنبايه ام 5 جنيه دي هتلاقيها واصله ل20 جنيه. فطبعا ده اللي احنا بنعمله من تخزيننا، ان احنا عايزين نوفر ونستفاد بالتوفير، مش ان احنا مجرد اللي احنا نخزن. ما احنا ممكن الحاجه دلوقتي بتلاقيها خلاص طول السنه، بس طبعا في وقت بتبقى الحاجه غاليه ووقت تاني الحاجه بتبقى فيه رخيصه جدا. فاحنا بقى بنستفيد بالوقت الرخيص نجيب فيه الحاجه ونخزنها بطريقه كويسه سليمه تقعد معايا بالسنه، ونحطها في الديب فريزر. بنطلع منها وقت ما الحاجه تكون غاليه او وقت ما تكون الحاجه مش موجوده. خلاص كده معايا اهو زي ما قلت لكم. بقى هغسل بقى بقيت هغسل دولت وهنشوف بقى ونروح بقى نسلق الكرنب في الميه اللي غليت. وزي ما انا قلت لكم انا بحب اشيله بالطريقه ديت، اللي انا اسلقه سلقه خفيفه جدا، ما تسلقوش جامد عشان ما يتهريش منك. لان لما بتسلقي الكرنب كتير بتيجي تحطيه في الديب فريزر وتيجي تطلعيه تلاقي الورق مهري، لكن انت يا دوبك بتسقطيه في الميه حوالي دقيقه وتطلعيه هتلاقيه يتحفظ معاكي بطريقه كويسه جدا وبطريقه مرتبه، ما بياخدش معاكي مكان، وتلاقيك تيجي تطلعيه اكنك لسه عاملاه. يلا بقى مع بعض ونكمل ونشوف. اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين اهي الميه غليت بتاعه الكرنب عندي. هبتدي بقى اجيب الكرنب اهو كده، احط كده كذا ورقه اهو بالشكل ده كده، وابتدي بقى اسقطها. انا ما بستخدمش معلقه، انا بحب استخدم الصفايه ديت بتاعه البطاطس عشان بتبقى كبيره وبتسهل عليا الايه الامور. بصوا اهي فبلاقي نفسي بقدر بصوا بكل سهوله انزل بيها الورق، وبرده لما باجي انشل بيها الورق بتبقى كبيره وبتصفي لي الميه وبتنشل لي الورق بكل سهوله، وكمان عشان ما تلسعش ولا الميه السخنه تيجي عليا. زي ما انتم شايفين اهو هسيبه يا دوبك حوالي دقيقه. واكون بقى مجهزه مصفى اهي. انا مجهزه المصفى بتاعتي اهي، بس وبكده يا بنات بصوا اهي ادي كده الدقيقه، ما زودش عن كده عشان يفضل الورق معايا ماسك نفسه زي ما قلت لكم، ما يتهريش مني ويبقى ايه اكنك لسه عاملاه صابح. وابتدي زي ما انتم شايفين بصوا اهو بشيله بكل سهوله اهو، واجيب المصفى بتاعتي بصوا اهو واحط فيها الورق، واكون طبعا حاطه تحتها طبق او حاجه عشان خاطر الميه اللي تنزل، واحفظه بقى كده على الرخامه واعمل غير اهو. اجيبه برده تاني اهو، اجيب الورق بتاعي اهو واحطه في الحله وابتدي انزله بالراحه كده عشان ما يتكسرش منك اهو. شايفين بصوا بينزل بكل سهوله اهو اهو.
زي ما قلت لكم يا دوب دقيقه وبتطلعيه، تغطسيه كده في الميه السخنه يا دوبك، بس ايه ياخد الميه السخنه عشان بس يدبل فيها، لكن انا مش عايزه ان انا اسلقه وهريه، لا. بصوا واطلعه عشان ايه زي ما قلت لكم ما يتهريش معايا اهو. اسيبه كده شويه كده بس يتصفى اهو، واحطه في المصفى اهو زي ما انتم شايفين اهو. حاطه المصفى جنب الحله اهي، وبطلع من هنا لهنا اهو، ونخلص بقى بقيه كميتنا بنفس الطريقه دي. خلاص اهيت زي ما انتم شايفين كده، حلوه قوي عليها اهو. هقلبها بقى بالراحه كده عشان اعرف اشيلها اهي. زي ما انتم شايفين بصوا الميه بتغلي ازاي فيها كده بقى ايه. بصوا بقت على الناحيتين كده الميه، بصوا دخلت لها من كل ناحيه، وضمنت ان هي استوت من بره ومن جوه. هبتدي بقى نشيلها بالراحه كده، بسم الله الرحمن الرحيم. واساعد كمان بالسكينه كمان اسندها بس بيها اهي بالراحه خالص اهي. تصفي ميتها اهي. وبكده يا حبايبي اهوت خلصت كده الكرنب سلقه، اديكوا شفتوا ما بياخدش وقت خالص وسهل جدا. نبتدي بقى نشوف هنعمل ايه بعد كده. وادي يا حبايبي بقى الكرنب اهوت، ده اللي انا بعد ما سلقته قطعته، بس انا زي ما انتم شايفين اهو التلج عليه. انا بقى كنت فرسته وشلته خلاص في التلاجة، وقت ما بحتاجه اهو بطلعه زي ما انتم شايفين. سيبته على الرخامه من الصبح لحد ما فك، او ممكن لو مستعجله تحطيه في ميه لحد ما يفك منك زي ما انتم شايفين اهو. بصوا الورق مش مهري خالص اهو، شايفين اهوت. بصوا اهو اديني شلته لكم اهو، شايفين اهو. بصوا الورق سليم وجميل ازاي، عشان زي ما قلت لكم ما نسويش الورق قوي اهو. شايفين عامل ازاي اهو، ده اللي انا مفرزاه بقى. يلا بقى نعمل بقى اكله المحشي بتاعتنا ونشوف بقى ايه هنعملها ازاي. اول حاجه يا حبايبي هجيب بقى الكبه بتاعتي واحط فيها البصل، وافرم البصل في الكبه، ودي اول حاجه انا هعملها. وادي حبايبي البصل بقى بتاعي اهوت زي ما انتم شايفين. بصوا انا ضربته في الكبه اهو فرمته. هبتدي بقى اجيب حله كده زي ما انتم شايفين، وانزل بقى بالبصل المفروم بتاعي في قلب الحله عشان اروح بقى على النار. هبتدي بقى اعمل خلطه المحشي بتاعتي الجميله، ونشوف خلطتنا النهارده هتبقى شكلها ايه وبنعملها ازاي اهو. يلا بقى مع بعض نحط السمنه عليه والزيت ونشوف بقى هنعمله ازاي. حبايبي انا علقت بقى على البصل اهو. هبتدي بقى انزل عليه بالزيت زي ما انتم شايفين. انا بعمله بالزيت. السمنه بقى بخليها في الاخر خالص بعد ما بعمل المحشي وبيشرب مني. بعد بقى شويه ببتدي احط له معلقه سمنه بلدي على الوش، بتديله لمعه، بتديله طعم وريحه جميله جدا بعد ما يستوي اهو. ما تخليش البصله ناشفه، تخليها شايفه تبقى كده حلوه كده، الزيت كتير يعني يبقى كويس كده فيها اهوت، عشان خاطر تديكي خلطه حلوه ويبقى طعمها جميل. بعد كده يا حبايبي لحد ما البصله تحمر معايا هبتدي اضرب الطماطم بتاعتي واجهز الطماطم اللي هعمل بيها خلطه المحشي. وهي حبايبي الطماطم اهيت زي ما انتم شايفين انا ضربتها في الخلاط. وعلى فكره انا الصلصه بتاعت المحشي ما بحبش اصفي الطماطم بتاعتها زي ما انتم شايفين، عشان بتبقى تقيله وتبقى فيها الفوائد الطماطم كلها، وكده كده دي خلطه فما بينفعش ان انا اصفي الطماطم. يلا بقى بينا نحطها على البصل ونشوف هنعمل ايه. يا حبايبي زي ما انتم شايفين
البصله بصوا بقى لونها ازاي. ما تحمريش البصله عن كده، يا دوبك تصفر منك بالشكل ده، عشان لما بتحمريها في ناس بتحب تحمرها قوي، لا بتبقى تحسي ان هي مش بتدي طعم ومذاق كده في المحشي، بتبقى خلاص احمرت زي بتاعه الكشري، فلا بتبقاش حلوه، بتبقى هشه. لكن كده تحسي بيها مع خلطه المحشي بتبقى جميله جدا. دي تكايه بقى من تكاتك المحشي. وكمان بقى تكايه اللي انا مش هستنى احط الخضره على بعد ما بعمل الطماطم واحط عليها الرز، لا ده انا بحط بقى كمان منها شويه في قلب البصله كده وهي شغاله زي ما انتم شايفين كده. قبل ما اسقط عليها الطماطم بنزل بقى بشويه خضره كده حلوين زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم بيدي ريحه وطعم جميل جدا جدا في قلب المحشي. والتركية دي انا قلت لكم عليها قبل كده في الفيديو بتاع محشي البتنجان والكوسه والفلفل اللي انا عملته قبل كده اهو. جربوها كده وشوفوا بقى، شموا ريحه الخضره مع البصله، ريحتها تجنن تجنن. يعني بصي ريحه المحشي طلعت من قبل حتى ما تبتدي تعملي اي حاجه، لان الخلطه دي كده هي دي كده بتاعت المحشي، طلعت كده الريحه بتاعتها الجميله وبقت حلوه قوي قوي زي ما انتم شايفين كده. هسيبها بس دقيقه كده، نقلبها كده كمان تقلبتين اهو، ريحتها كده تروح مع البصله كده اهو. ريحتها عايزه اقول لكم تحفه، طالعه كده جميله جدا. وبعد كده بقى هنزل بالطماطم بتاعتي اللي انا ضربتها اهي زي ما انتم شايفين في الحل. خلاص يا حبايبي، وهنقلبها بقى كده ونغطيها ونسيبها بقى لحد ما تتسبك. نغطيها بقى ونسيبها لما تتسبك اهو بقى يا حبايبي زي ما انتم شايفين. بصوا خلاص الطماطم اتسبكت اهي وبقت جميله، شايفين حمرا وجميله ازاي. نبتدي بقى بسرعه نحط لها بقى ايه الملح والبهارات بتاعتها اهو. طبعا انا بحط بالوايم كده عشان حافظه المقادير، فانت برضو اعملي ودوقي، لو لقيتي نفسك عايزه ملح تاني حطي. وده اهو فلفل اسمر، وفي بهارات محشي يا بنات بنجيبها من عند العطار حلوه قوي قوي، حطيها في المحشي بتاعك اهي. بصوا انا حاطه اهي منها، تخلي طعم المحشي حلو قوي. لو مش عندك منها هاتيها من العطار، قولوا له عايزه بهارات محشي. واحط شويه بقى 7 بهارات كده حبه صغيرين اهو. بصوا زي ما انتم شفتوا كده. عايزه اقول لكم كل الحاجات دي بقى بتدي طعم وريحه جميله جدا في خلطه المحشي. وهي خلصناها، نروح بقى نكون غاسلين الرز وننزل بقى بيه على الصلصه ديت والخضره ونشوف بقى الخلطه بتاعتنا وهي جاهزه. ويا حبايبي بقى الخلطه زي ما انتم شايفين، طبعا حطيت لها بقى شويه خضره تاني، وكمان حطيت لها شطه حمراء عشان احنا بنحب المحشي بيبقى مشطشط. وزي ما انتم شايفين بقى، شايفين بصوا منظر منظر الخلطه عامل ازاي. شايفين بصوا حمراء وبصوا كلها خضره وجميله بقى. وبصوا البصل باين ازاي، شايفين بصوا البصل اهو. لو انت بقى مش عامله بقى البصل لو انت بتحمريه، شايفين بصوا بيبقى باين ازاي اهو. شايفين كده بقى يبقى طعمه جميل قوي في المحشي، غير لما انت بتحمريه قوي زي بتاع الكشري ما بيبقاش حلو في المحشي. كده بقى هنبتدي بقى مع بعض، نبتدي بقى نحشي المحشي بتاعنا ونشوف بقى. نبتدي بقى نحشي اهو. بصوا زي ما انتم شايفين انا جبت الحله اللي كنت عامله فيها الصلصه، عملت قطعت فيها كده جذعين كرنب اللي هم بيبقى فيها الجذع دي، قطعتها زي ما انتم شايفين كده في القعر عشان برضو تسهل عليا ان المحشي ما يتلسعش معايا مثلا لو نسيته او اتاخرت عليه او حاجه. برضو حرص تعمليها، ما تخلي المحشي بيبقى حلو قوي معاكي. او لو عندك عيدان اللي هي بتاعه الخضره اللي هي الكزبره والبقدونس، العيدان اللي بتقطعيها دي وترميها، لا ممكن تفرشيها هنا، وانا عملت لكم في فيديو قبل كده، بتدي ريحه تحفه تحفه للمحشي، وكمان بتخليه ما يتلسعش ولا يتحرق. هنبتدي بقى نحشي المحشي بقى بتاعنا زي بقى ما انتم شايفين كده. هنجيب بقى الورقه بتاعتنا زي ما انتم شايفين اهو، ونبتدي بقى نعمل كده. بصي وتتكي بقى، تلف على الورقه تتكي جامد اهي. شايفين اهو الصابع، بصوا عامل ازاي جميل ازاي. نعمل واحد تاني اهو. اجيب كده ورقه المحشي كده معايا اهي، بحط فيها كميه الرز بتاعتي، وبصوا والف بقى كده
افرد كده الورقه كويس وادخل الرز. بصوا والف جامد، احكمي ايدك كويس عشان بصوا يطلع الصابع بتاعك واقف. شايفين عامل ازاي اهو؟ بصوا مش مايل ولا مش مهرول كده. شايفين بصوا واقف ازاي وجميل اهو. تبتدي بقى تلفي المحشي بتاعك كله بالشكل ده كده، سهل جدا جدا اهو. واحده تاني اهي اهي، تروحي ماسكه كده وتلفي كده اهو بسرعه وتجمدي كده عليها، تجمدي صبعك اهو. شايفين الصابع طالع تحفه وصغير وجميل ازاي؟ هنكمل بقى بقيه الكميه ونشوف بقى معانا يا حبايبي. بقى بعد ما خلصت رصها زي ما انتم شايفين اهي، بصي تفضلي تلفي فيها كده بدوران دوران دوران لحد ما تديك الشكل ده، او رصي بقى بالطريقه اللي تعجبك. المهم اللي انت ترصيها كويس. دلوقتي بقى هنروح بقى نحطها على البوتاجاز وهنسقيها شوربه ونسويها اهو يا حبايبي. زي ما انتم شايفين انا عندي بقى شوربه في التلاجة. هبتدي بقى اجيبها كده واحطها زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده، وهز الحله كده هزتين اهي. ما تحطيش كتير، يا دوبك الشوربه بتاعتك، او ان كنتي مثلا هتحطي ميه يا دوبك بصوا تبقى يا دوبك كده ايه واصله لاخر الصف الاخير اهو. يعني بصوا اهي لاخر حاجه كده وخلاص كده، ونسيبه بقى لما يستوي وهوريلكوا شكله بقى اهو يا حبايبي. زي ما انتم شايفين بقى المحشي استوى. بصوا بقى قبل ما اقفل عليه احط كده ايه معلقه زبده كده بلدي اهي على الوش كده، واغطي بقى الحله واسيبها بقى. هاجي دلوقتي بقى لما اجي اغرف عايزه اقول لكم بقى بتعمل ريحه ولمعه تحفه تحفه تحفه. وادي يا حبايبي المحشي بتاعنا اهو بعد ما استوى زي ما انتم شايفين اهوت. ما شاء الله شايفين شكله جميل ازاي؟ الدخان بقى بتاعه طالع وريحته جميله. عايزه اقول لكم خلاص انا مش قادره عايزه اكل. زي ما انتم شايفين ان شاء الله بقى باذن الله تطبقوا كلكم الطريقه بتاعتي والتكات بتاعتي وتعجبكم طريقتي في المحشي الكرنب ان شاء الله. وتكتبوا لي بقى في التعليقات مين جربها ورايكم فيها ايه. وان شاء الله بقى ان عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد من وصفات فاري.